دي الخطة اللي انت هتمشي عليها لو حسيت انك تايه اول ما شفت الجدول، واللي هوفر عليك فيها وقت كبير قوي. لكن انا هديلك الخلاصه اللي الحمد لله وصلتني انا وصاحبي لاحلامنا. ولا لا لا مش محتاجه خالص انك تبقى من الطالب اللي هو قفل بقى الشوامل كلها بقى، واللي هو دلوقتي بتنين مجنح في المنهج. هبدا معاك واعرفك قد ايه انا كنت زيك، واول ما شفت الجدول كنت خايف جدا، ولكن عملت ايه بقى عشان اقدر اشيل الخوف ده من جوايا تماما. وكمان عملت ايه تاني عشان اقدر اسبق ناس كتير قوي من اللي كانوا سابقيني. فلو انت عايز تجيب مجموع اخر السنه باذن الله وتبقى من الناس اللي هتفرح، تابع معايا الفيديو لحد اخر لحظه. اما بقى لو انت عايز تقعد تفضل بقى تسمع في نصايح ممله بقى، وبمجرد ما تخلص الفيديو تنساها وهتفضل مشتت كمان، فانت غالبا هتكون خرجت من الفيديو ده. كفايه كلام كتير ويلا بينا نبدا الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عزيزي المذاكراوي، اتمنى تكون بخير. معاك دكتور زيرو، القناه هنا هدفها الاول والاخير هي انها تحول لك ثالثه ثانوي من سنه صعبه ورخمه وبايخه قوي لسنه سهله وزي الفل. وعشان ما تفوتش حاجه ثانيه زي للاسف المعسكر اللي شغال دلوقتي، تأكد انك تفعل زر الجرس. من 3 سنين لما كنت في ثالثه ثانوي كنت زيك بالظبط، بمر بقى بالتراكمات والاحباطات والحاجات الكتير نفس اللي انت فيه ده بالظبط. خارج من درس الكيمياء انا واحد صاحبي اسمه محمود. الحقيقه كان معانا في الدرس ده انواع من الطلبه اللي هم تحسهم ديناصورات كده، اللي هو حرفيا ممكن ما يبقاش مذاكر ويخش يقفل لك امتحان عادي اللي انت قاعد تذاكر وتفحت نفسك عشان تجيب 55 من 60. الحقيقه احتراما بقى للشخص ده، واللي هتعرف باذن الله في اخر الفيديو انا جايبه ليه في القصه. فانا مش هقول اسمه الحقيقه، انا هقول مثلا اي اسم، وافترض ان عمري ما في حياتي ما قابلت واحد اسمه مثلا مدثر لحد كده، يعني لو شاف الفيديو هيفهم. فخلينا الحقيقه نقول عليه ايه، مدثر. المهم احنا الاثنين بقى مروحين في اليوم ده، فبقول له تخيل كده معايا يا محمود، تخيل يعني ان انا وانت باذن الله جينا اخر السنه وافتكرنا الايام اللي احنا فيها دي، وانا محقق حلمي وانت محقق حلمك، ونقول يا كانت ايام جميله. فمحمود راح رادد عليا وقال لي والله يا زوز يبقى ربنا كرمنا. هو الحقيقه محمود كان بيتكلم بعمق كده شويه، لكن واحنا مروحين الحقيقه في اليوم ده ما كناش متوقعين ان في اليوم ده نهايته هتبقى نزول جدول الامتحان. روحت البيت وفعلا واحنا بنتغدى كده فلقيت الوالده بنبره تنتابه القشعريره تقول جدول النهارده نزل يا زياد. قلت لها جدول ايه؟ قالت لي جدول الامتحانات يا زياد. قلت لها والله طب ايه مش عارف ايه سد النفس اللي جت عندي فجاه دي. ورحت قايم فعلا وشايف الجدول. وانا الحقيقه عشان ما تستغربش يعني انا ما كنتش من ماسك موبايل اصلا ثالثه ثانوي، ما كانش عندي موبايل فعلا والله بجد. المهم اول ما مسكت الموبايل كده وبصيت في الجدول حسيت احساس غريب كده، اللي هو وانا بفتحها عارف اللي هو نبضات قلبي بتضرب وكاني رايح اشوف النتيجه. وافكار كتير الحقيقه جت في دماغي، منها اللي بيقول لي احنا خلاص النهايه قربت وباذن الله هنحقق احلامنا، ومنها تاني اللي بيقول انا خايف يوم النتيجه يجي وابقى انا السبب في كثره اهلي وحزنهم. بحاول اشحن نفسي واقول ان انا باذن الله هخش الامتحان واعرف احل، بس في نفس الوقت بيجي قدامي المشهد اللي انا متخيل فيه ان ممكن اخش الامتحان والاقيه صعب ومش عارف احل حاجه. المشكله بقى ان انا قعدت احاول ان انا اسكت كل الافكار اللي في دماغي دي ومش عارف. قلت طيب خلاص انا هروح اذاكر وكأن شيء لم يكن. بمجرد ما اقعد على المكتب وابدا اذاكر الاقي سيناريوهات كتير قوي شغاله في دماغي، لدرجه ان انا بدات احس ان انا عينيا بتدمع من كتر الضغط اللي انا حاسه عليا، لحد ما في الاخر خالص قررت ان انا بص انا هنام بقى، انا هنام عشان يمكن دي الحاجه الوحيده اللي توقف دماغي على التفكير. ولكني ما كنتش اعرف ان نقطه التحول هتحصل قبل الفجر. صحيت فعلا قبل الفجر وقلت انا هبدا اصلي ركعتين قيام ليل كده، يمكن ربنا ياخد بيدي. جيت بقى عند السجود وعارف انت قلت يا رب وبس. بصراحه قلبي بقى هو اللي بيتكلم بعد كده، مش لساني مش عارف يقول الكلام. بقول من جوايا يا رب يا رب انت عارف انا نفسي اوصل لايه، بس في نفس الوقت بقول برضو يا رب يا رب انت اكتر واحد عارف انا خايف ايه السيناريو اللي ممكن يحصل. عارف يا رب ان انا اكيد مش هعترض على قضاء حضرتك، بس انت برضو يا رب عارف ان انا نفسي الموضوع ده يحصل، نفسي احقق حلمي، نفسي ابقى سبب في ان بيتنا يفرح اخر سنه وما نفسيش انه يسعى اخر السنه. بعدها بقى بدات اليوم بتاعي وقلت انا كان عندي عاده كده في ثالثه ثانوي ان انا كنت بحب يعني قبل ما اروح الدروس ان انا اتفرج على فيديو، ممكن يكون تحفيزي، ممكن يكون ديني، ممكن يكون فيديو نصايح، المهم حاجه في سياق ان هي تخليني باذن الله اكمل رحله لاخرها. وبالصدفه وانا بقلب ببص لقيت فيديو لمصطفى حسني، وانا الحقيقه من عشاق مصطفى حسني بصراحه. سبحان الله الفيديو ده كان بيتكلم عن فكره الخوف من المستقبل. ساعتها استدل بايه يا اخي عظيمه اقل ما يقال عليها ان هي عظيمه. الشيطان يعدكم الفقر الله يعدكم مغفرة منه وفضله. أول ما سمعت الآية دي قلت إيه ده؟ ثانية واحدة زياد، ثانية واحدة، هو أنت دلوقتي مش أنت طول عمرك بتمر بمواقف بتحس إن هي صعبة واللي هو كارثية ودي هتبقى نهاية العالم والموضوع هينتهي هنا؟ تلاقي إن أنت ربنا سبحانه وتعالى بيكرمك والموضوع بيعدي، بل بيعدي أحسن بكتير مما توقعت. وحتى لو في أوقات أنت ممكن يكون حصل معاك حاجة حسيت إن ربنا يعني اللي هو ممكن ما كنتش فاهم الحكمة فيها، بس اكتشفت بعد كده ان هي كان احسن سيناريو ممكن يحصل وان ده احسن حاجه ليك. اذا الموقف اللي انت فيه ده هو نفس اللعبه اللي الشيطان بيلعبها في دماغك، بيقول لك ان انت هتوصل اخر السنه ويقعد يرسم بقى في سيناريوهات بنت لذينه في دماغك كلها تيأسك من رحمه ربنا اللي ما ينفعش نيأس منها لان احنا مؤمنين. طب ليه انت مش بتدعي ربنا؟ ما انت لو تلاحظ ان الموقف اللي حصل معايا هداني كتير جدا ده
كان بعد دعوه. طيب انا نفسي انك تدعي بجد يا عم، ادعي في اي حته، حتى لو تدعي في الكومنتات تحت. وانا بقول لك والله انا في فيديوهات اللي هو كان في حد بيتفرج زيك كده السنه اللي فاتت، وفي نفس اللحظه اللي بتتفرج فيها دي او في نفس على نفس الفيديو اللي بتتفرج فيه ده، تلاقيه ان هو بيتفرج السنه دي وهو محقق حلمه، يبص للدعوه بتاعته زمان، يا شوف ربنا استجابني. فارجوك بقى ما تحرمش نفسك انك باذن الله تفرح فرحه زي دي. المهم ده رحت الدرس بقى فعلا بعد ما قعدت واتفرجت على فيديو جميل ده، وكان بقى خلاص فاهم انت اللي هو بدات تتحلى بالسكينه والطمانينه كده. والمستر دخل علينا وكان باين علينا كلنا ان احنا كنا برضه في حاله قلق وتوتر بسبب الجدول. فالمستر سالنا سؤال هيحسسك قد ايه احنا خوفنا كان غبي جدا. قال كده بقول لكم ايه، هو انتوا كنتوا متوقعين ايه اللي يحصل وتمتحنوا امتى اخر السنه؟ فالحقيقه بصينا لنفسنا كده وقلنا هو فعلا احنا كنا متوقعين ان الامتحانات هتبقى في نفس الميعاد اللي هو نزل فيه الجدول ده، متوقعين ان في جدول هينزل. طب إيه احنا خايفين من ايه؟ فعلا فجاه كده اللي هو طب انت خايف من ايه؟ انت خايف ايه اللي السبب اللي يخوفك؟ الموضوع بدا ما كان بس مجرد سكينه معايا، بدا مجرد سكينه واللي هو الموضوع ايه يا عم الهبل ده، انت خايف من ايه بس؟ اني بقى ما كنتش اعرف ان بعد الحصه هيحصل موقف من المواقف هتحفزني لحد اخر لحظه في ثالثه ثانوي. بعد الدرس كنا ماشيين انا ومحمود ومدثر، فالمهم المدثر بيقول على فكره يا جماعه انا اصلا ما كنتش خايف من الامتحان ده خالص ولا خايف من الجدول، يعني انا كده كده شاطر ودرجاتي في الامتحانات دي كنتوا شايفينها، وانا كده كده ذكي، يعني حتى لو الراجل صعب علينا اخر السنه هعرف احل كل الحاجات دي بسهوله. المفروض يخاف من الامتحان، هو ناس مثلا بيجيب درجات زيكم كده ولا حاجه. هو كان دبش شويه بصراحه في الكلام، فبصيت انا ومحمود لنفسنا كده انت عارف اللي هو ايه، كان احنا في نفس اللحظه قررنا ان انا والله نوصل لاحلامنا. بدانا فعلا ان احنا نعمل الخطه المكونه 3 اجزاء دي. اول حاجه عملتها هو ان انا قلت لنفسي بص يا عم زياد، انت يعني بمجرد باذن الله انتهاء النصف الاول من شهر 4 انت لازم تكون مخلص كل حاجه، مش مخلص المراجعات اكيد افهمني، انا اقصد ان انا اكون مخلص كل التراكمات اللي عليا وكل الجديد اللي المفروض يخلص، بحيث ان انا اكون مخلص كل المواد. هتقول لي طيب هل قدرت فعلا انك تنافس حاجه زي دي؟ اقول لك بصراحه انا الخطه مشيت زي ما انا كنت عاوز. ليه بقى؟ لان انا الحقيقه من النوع اللي هو لما يكون عندي ديدلاين ممكن غالبا ما بقدرش اخلص عليه بالظبط، ممكن خلاص بعد فتره بخمس ست ايام ولا حاجه. فانا عارف نفسي وعارف طبيعتي، وغالبا معظم الطلبه بتبقى كده مش انا لوحدي، لان انا مره سمعت اول الجمهوريه بيقول نفس الكلمه دي بالنص. فالحقيقه انا كنت حاطط لنفسي تارجت ان انا اخلص على نص 4، الحمد لله قدرت اخلص على اول 5، وهو ده الحقيقه اللي انا كنت عايزه. لكني عشان فعلا اقدر انجز واخلص كل الحاجات اللي انا خلصتها في الوقت ده لازم ان انا اسيب تقريبا كل السناتر اللي عندي. بس خد بالك انا كنت بسيب السنتر اللي المستر خلص المراجعه فيه، او ان انا هقدر اتعامل مع نفسي بقى، سواء كنت باخد اونلاين او باخد برايفت، انت شوف الدنيا عندك ايه، بس اونلاين او برايفت هيكون احسن خيار بالنسبه لك طالما المستر مخلص يبدا معاك مراجعه. فكره انك تسيب السنتر ولسه في جديد ما اتشرحش ولسه جديد ما خدتوش ما افضلهاش قوي، لانها ممكن تحسسك بشويه تشتت، بس اللي وفر عليا بقى وقت كتير قوي ووصلني لمرحله تركيز رهيبه هي الخطوه الثانيه، وهي ان انا اعتزلت كل حاجه ممكن تعطلني عن حلمي. وانا الحقيقه لما بقول لك ان انا اعتزلت كل ما يؤخرني ما كانش بس اقصد ان انا اعتزلت التليفون، لان انا اوريدي كنت من اول السنه كان ما عنديش موبايل، وفعلا طول السنه ما كانش عندي موبايل، والحمد لله اشتريت بعد ما خلصت ثالثه ثانوي ودي بكلمك منه دلوقتي. ولكن انا اقصده ان انا فعلا قدرت تقريبا اقطع تقريبا كل العلاقات، وكنت حرفيا وحيد. يمكن الوحيد اللي انا كان ممكن اكون بكلمه هو محمود مثلا لما كنا بنتقابل كمان في الدرس، يعني حتى مش بره الدرس خالص. واللي خلاني بكلمه ان احنا فعلا كنا بنشجع بعض وكنا فعلا والله بنحب الخير لبعض. ولو انت ما عندكش الشخص اللي هو بيحب لك الخير ونفسك توصل لمرحله عاليه جدا وبيساعدك، فانا عامل لك اوريدي جروب التليجرام، وانا اللي بكلمك فيه تقريبا لازم كل اسبوع بنزل لك كام بوست كده تحفيزي بقى، او بديك نصايح مش بتكون موجوده على القناه. سيب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن تحت، فادخل فيه وتعالى لي تاني عشان اعرفك ايه هي بقى اخر واهم حاجه واكتر حاجه بجد فرقت معايا، واعرفك كمان انا وصلت لايه انا ومحمود ومدثر. هي اكيد انت بتسال نفسك دلوقتي وبتقول هل طيب كل الناس اللي بتتفرج على الفيديو ده مثلا هيوصلوا لاحلامهم اخر السنه بما انهم بيمشوا على نفس الخطوات ونفس الخطه؟ ارد عليك واقول لك يا عزيزي المذاكراوي هو ان انا كان نفسي والله، ولكن مليون في المية الكلام ده مش هيحصل، لأن الطريق اللي أنت هتمشي فيه ده للأسف هو مليء بالصعوبات، في حرفيا خطوات كتير هتحسسك إنك مش قادر تكمل. وهنا بقى كان تالت ركن في الخطة اللي نفذناه هو فكرة أو مبدأ لن أبرح حتى أبلغ. أقسم بالله العقلية دي كانت سبب بعد ربنا كبير، وبعد ثقتنا في ربنا واعتمادنا عليه وإن إحنا عارفين النتيجة بإيد ربنا، العقلية دي غيرت من تفكيرنا في ثالثه الثانوي 180 درجه. ما هي جايه انا بص ما عنديش حل تاني، ما عنديش طريق تاني اقعد اقول طب لو ما ظبطتش هعمل كذا، لا ما هي ما ينفعش ما تظبطش، انا لازم تظبط هظبط.
انا فيها لحد ما يوصل، يا اقدر اقول ان انا ما كانش فيه 1% زياده اقدر اعمله. الحمد لله كان نتيجه الخطه اللي احنا مشينا عليها دي ان انا بفضل الله دخلت طب بشري، ومحمود دخل كليه هندسه. اما بقى بالنسبه للمدثر لانه اعتمد على نفسه، ربنا قال لك كلا ان الانسان لا يطغى رآه استغنى. اوعى تستغنى عن ربنا في حياتك، واوعى مهما وصلت للنجاح ومهما وصلت بالنعم ربنا اداها لك، اوعى تقول النعم دي مني انا وانا اللي هقدر اعملها. دايما رجع ثقتك لربنا سبحانه وتعالى وقول ربنا معايا فانا باذن الله هقدر اعملها. ده اول حاجه لازم تعملها دلوقتي، هي انك تحفظ الخطه دي عندك. اول حاجه انك تعمل ديدلاين لنفسك ويكون قبل المده اللي انت عايز تخلص فيها. ثاني حاجه هي انك تعتذر بكل اي حاجه بتاخرك، موبايل، علاقات، ايا كان ايه هي. ثالث حاجه هي لن ابرح حتى ابلغ. وفي مفاجاه انا عينها لك، هي انك هتوصل للموضوع ده وهتنجز باذن الله اعلى مني بكتير. لان انا في خلال السنتين ونص من بعد ما كنت في ثالثه ثانوي قدرت اكتشف حاجات كتير جدا كانت هتقدر تخليني اخلص الكميه اللي كنت بخلصها من المذاكره في شهرين وقتها في ثالثه ثانوي، اقدر باذن الله دلوقتي اخلصها في شهر واحد بس من خلال التريكات عرفتها في كليه الطب. انا شرحت على كل التريكات دي في الفيديو اللي هتظهر قدامك على الشاشه دلوقتي. المذاكراوي اشوفك اخر سنه باذن الله وانت محقق حلمك.